انا ليه متمسك بالكلام ده وبقوله وبعيده تاني؟ هضرب لكم مثال كده من ضمن الامثله اللي حصلت معايا. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. زي حضراتكم انا دكتور احمد الشربيني، اخصائي امراض القلب. قلنا ونصحنا قبل كده انه يا ريت لو رحت تزور حد عامل قسطره ما تقربش من المريض ولا تقرب من سرير المريض. انا ليه متمسك بالكلام ده وبقوله وبعيده تاني؟ هضرب لكم مثال كده من ضمن الامثله اللي حصلت معايا. مريض الحمد لله ربنا تمله على خير ولنا وعمل له القسطره الحمد لله، وقاعد في إفاءة القسطره لحد ما يخرج بالسلامه تاني يوم ان شاء الله. دخل واحد من الاهل عايز يسلم عليه ويطمن عليه، فهمنا وقلنا له الكلام اللي احنا اتفقنا عليه. الراجل دخل بيدردش مع قريبه فبيقول له: اللي قول لي القسطره دي بتتعمل ازاي؟ قال له: والله يعني، وقعد شرح له، قال له: ادوني بنج موضعي. حسيت بحاجه؟ لا ما حسيتش. فالراجل عشان يطمن على قريبه عمل حاجه غريبه جدا، راح مزغزغه في رجله اليمين. طبعا رد فعل من المريض الغلبان، شد رجله جامد، فطبعا الجرح بتاعنا حزق مع الحركه مع الشد. يعني تفاصيل مش عايزين نتدخل ونتكلم فيها كتير يعني. بس ليه كده يا حاج؟ يعني ليه تزغزغه؟ ليه ما تسيبه قاعد عادي؟ هو ما طلبش ان حد يزغزغه والله. يعني الراجل كان مزاجه حلو مش محتاج حاجه. ادعوا لوالدي بالرحمه والمغفره، ادعوا لاهالينا في غزه بالصبر والثبات، دمتم بصحه وعافيه.